السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من مطبخ ملكة، بحييكم ولكم مني مليون تحية. ووحشتوني من الفيديو اللي فات، وشكرا للي بيشتركوا، وشكرا لكل اللي بيعلق لي وبيقول لي كلمة حلوة، سواء قناة او اشخاص. ويا رب يديمكم نعمة كده في حياتي، ومطبخ ملكة يكبر بيكم ونكبر سوا ان شاء الله، ونبقى عيلة ملكة كده كبيرة كبيرة. يلا نصلي على النبي، وكل من له نبي يصلي عليه، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شفتوا كده، انا حاطه على البوتاجاز حله فيها سمنه، حله فيها لبن، وطاسه فيها سمسم بحمصه. السمسم بحمصه يعني ايه يا بنات؟ بشوحه كده لحد ما يوصل لونه ذهبي. طب لبن بغليه، سمنه بسيحها. انا حاطه في حله السمنه كيلو سمنه، وحطيت عليه حوالي ربع كيلو سمنه بلدي كده. ده 2 كيلو دقيق برضو في الطبق، نخلتهم وحطيت عليهم السمسم اللي حمصته. السمسم ده قد ايه؟ الاول حاجه دي 2 كيلو، والسمسم تمن سمسم، انا جايبه ربع كيلو خدت نصه، يبقى تمن سمسم محمص. و2 كيلو دقيق، وحطيت كيسين البودر، وحطيت شعرة ملح. تمام. ودوبت كل حاجة، وجبت السمنة ما سيحتها بقى. ها هنبس العجين. هنبس العجين ليه بقى؟ ونعمل هنعمل كحك العروسة عقبال عندكم. صاحبتي حبيبتي وصاحبة عمري، وانتمتي من اولى ابتدائي، وزي اختي يعني، اختي قصدتني وقالت لي انا عايزه من الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها. قلت لها عينيا، عايزين نعمل كحك العروسه والبسكوت. قلت لها حاضر. فبدأنا بقى. قالت لي انا عايزه كميه صغيره، مش عايزه كتير، انا عايزه على قد شقتها يعني. فبدأت ان انا اعمل لها بقى. عملت 2 كيلو كحك، وعمل لها 2.5 بسكوت، وعملت لها قريبه وبيتفور. هتشوفوا دلوقتي. يبقى ده 2 كيلو دقيق، حطيت عليهم كيلو سمنه او كيلو وربع سمنه. كده انا ببس العجين. حطيت عليه تمن سك اسفه تمن سمسم، وحطيت شعرة الملح، حطيت اللبن، كوبايتين لبن وكيسين خميرة بودرة. مع الخميرة بحط السكر. مع كل ما كوباية بحط حوالي معلقتين سكر، وكيس الخميرة البودرة الخميرة الفورية. أسف. ده اللبن اهوت والخميرة الفورية. تمام. بعد ما ببس العجين ويبقى بوظة معايا كده، طبعا السمنة المقدار زي ما انا قلت لكم كيلو، بحطت حوالي كوباية بلدي عشان تبقى ريحته حلوة. كحكة عروسة، عايزين الكحكاية تبقى حلوة. يبقى حطينا 2 كيلو دقيق، عليهم تمن سمسم محمص، شعرة الملح، 2 بودر، السمنة. وبسيت العجين زي ما انتوا شايفين كده. شايفة بوظة ازاي من كتر البس، عشان تطلع الكحكاية ناعمة كده هشة معانا. وعلى ال2 كيلو اللبن 2 كيلو دقيق اسفة، يبقى 2 كوبايتين لبن. وعلى كوباية اللبن هنحط معلقتين سكر، وكيس الخميرة الفورية، هما برضو كيسين خميرة فورية زي ما انتوا شايفين كده. ولا ريحة كحك بقى ولا اي حاجة. وبتلم العجينة بقى باللبن زي ما انت شايفة كده، ولا اي حاجة معاكي، هي بتلم اللبن بيلمها. تنيكي معاه لحد ما تشرب اللبن، وتبقى عجينتك حلوة كده. طبعا انا حايشة بالسمنة حوالي مج سمنة كده. كده العجينة لمت معايا، بوريها لكم. بقوم فاطماها بحبة السمنة الفضل زي ما انتوا شايفين كده، وبمسك حتة حتة بقى ادعكها. هنا ما بنبسش بقى، بندعك. تدعكي العجينة كده في بعضها، وتلميها في بعضها، وتدخليها في بعضها عشان كله يبقى زي بعض، وكلها تبقى جوه زي بره، بطعم واحد متداخلة في بعضها. وبتجيبي من تحت وتهمكي فيها من الجناب، وحتة حتة، وكلها في بعضها، ومن تحت لفوق، ومن فوق لتحت، ومن الجنب، وكل حاجة لحد ما تلمي العجينة زي ما انتوا شايفين كده. تبقى عجينتك حلوة، وتجربي حتة في ايدك كده. وبعدين نحط عليها كيس، ونسيبها تستريح. مش هتخمر، هتستريح بس، واحنا نستريح عشان الواحد بيبقى جاب اخره في البس. كده كده استريحت العجينة، واللي عجنت العجينة استريحت شوية. هنبدأ بقى ننقش الكحكاية. في ناس تنقش بالمنقاش، وفي ناس بتعمل بالبصامة بتاعة الكحك. انا بصراحة بحب المنقاش، بس انا هعمل نصها بالمنقاش زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا بعرف انقش. اللي ما بيعرفش ينقش بقى يا اختي يعمل بالبصامة. فانا عملت بقى نصها بالمنقاش، ونصها بالبصامة. وعقبال ولادكم كده يا رب، وعقبال ولادي يقول امين. واللي ما رزقهمش بالاطفال كده، ربنا يرزقهم يا رب بحق النبي، وما يحرمش حد. امين يا رب. ويفرحوا بعيالهم بشهادتهم. زي ما انتوا شايفين كده، بدأت انقش بقى، ونقشت كام كحكاية كده وهوريهم لكم. وبعدين اكمل الصاجات مع نفسي كده، وهوريكم بعد ما انقش. وزي ما قلت لكم عملت نصه بالمنقاش. دي كام نقشة كده بنقش مدورة وبالطول كده. كنت خلصت بقى، عملت اهوت بالمنقاش وبالبصامة. وكنت شغلت الفرن بقى. طب هنسوي الكحك بقى ازاي؟
هنقيد الفرن ونسخنه. هتسخنيه ازاي؟ ايدي على حرارة 180 وتسيبيه من تحت لحد ما الفرن يسخن معاكي. هتقيدي الشعلة اللي فوق ده تسوية فرن البوتاجاز اللي انا مسويه فيه. تقيدي من تحت ومن فوق وتسيبيه يسخن على حرارة 180. واول ما تدخلي وبدخل الصاج على الصاجة التانية مش اللي التحتانية، ونهدي زي ما قلتلكوا على 180 كده، ويبقى قايد من تحت ومن فوق. شايفه مشمشي وجميل ازاي؟ وعلى الهادي كده، وتبقي مسخناه قبل ما تدخلي الصاج بحوالي ربع ساعه تلت ساعه كده. وبعدين تدخلي الصاج عشان ايه؟ يخمر معاكي ويعلى ويبقى زي الفل كده وهش من جوه. طبعا هوريكم دلوقتي. وبعد ما بيطلع بقى ويبرد بنطحن له السكر برضو، سكر بودر كده في مطحنه الخلاط، وبنحط عليه السكر. انا مش حاشيه بصراحه عشان احط عليه سكر، عشان ده العروسه، وعروستنا مش عاديه طبعا، دي بنت اختي. كده كنت خلصت التسويه اهو بوريكم. شوفي ده، خدوا بالكم هو سخن، وبعد ما بيستريح لونه بيفتح شويه كمان، يعني بيفتح كده، بتلاقي لونه حلو كده وجميل، يعني بيفتح عن كده كمان. هو لسه خارج من الفرن، انا مش عارفه امسكه. كده كنت حطيت السكر عليه بقى، وشوفوا قلبه هشش وفشش ازاي من الخميره. كده خلصنا كحكتنا. هنعمل البسكوته. ده كيلو سمنه بعمله بالمضرب، وهحط عليه كيلو سكر بودر زي ما انتم شايفين كده، وبرده بالمضرب لحد ما ايه يعني يبقى كريمه كده معانا. البسكوت ما فيهوش حاجه، انت بتنيكي تعملي المقادير وبتلمي العجينه وخلاص. لكن الكحك لازم فيه بس وكده يعني وتخمير. طبعا البسكوت الكحك برضو انا ما خمرتوش، انا خلصت شغلت الفرن على طول. ماشي ماشي. كده البسكوت بقى، حطينا كيلو سمنه، حطينا كيلو سكر بودر. دول حوالي، انا حطيت حوالي 14 بيضه، بس عشان البيض صغير ممكن يبقوا 10 و12 او لو احمر. تمام. وهقول لكم على حاجه دلوقتي عملتها كمان. كده بعد ما حطيت البيض حطيت الفانيليا برضو، وبعمل كله في بعض برضو عشان زفرت البيض. تمام. قولوا تمام. حطينا سمنه، سكر بودر، كيلو سمنه، كيلو سكر بودر. المقدار ده اعرفوه وقسموه لو عايزين تعملوا نص المقدار. انا عامله 2 كيلو ونص دقيق، ممكن تقول انا هعمل كيلو وربع، تقسمي يبقى نص سمنه نص سكر بودر. حطيت كيلو سمنه، كيلو سكر بودر، نزلت بالبيض حوالي 14 بيضه. وبعدين الدقيق اهو حوالي 2، مش حوالي، ده هما 2 ونص دقيق نخلتهم زي ما انتم شايفين كده. حطيت جوز هند الناعمه، حطيت كيس نشا، وحطيت كيسين بودر. تمام. جوز هند ناعمه، باكد انعم حاجه في جوز الهند. وحطيت كيس نشا عشان ينشف معايا كده ويبقى ناشف وحلو. ورغم عن ذلك ان هو صغير وناعم وجميل، طلع ناعم جدا بس طعمه وريحته تحفه زي ما انتم شايفين كده. وحطيت له ريحه برتقال. طبعا لما جيت الم العجينه لقيت العجينه ناشفه، فعشان انا حاطه ريحه برتقال ما حطيتش عصير برتقال، حطيت كوبايه ميه. او عايزه تخليها لبن ماشي، بس زي ما انتم شايفين ده كده انا حاطه له ميه والله العظيم، وطلع زي الفل. واتلمت العجينه معايا، وحطيت عليها كيس بقى واسيبها تستريح عمل ما احط على المكنه بقى، وابدا ان انا ايه القط البسكوت. كده انا بلقط البسكوت بقى، وايده الفرن يسخن معايا. تسويه البسكوت برضو من فوق ومن تحت، بس عالي مش على الهادي زي الكحك. هنعلي شويه على حراره 200، وندخل برضو على الصاجه الوسطانيه ونسوي البسكوت. بيطلع بقى لونه ذهبي وجميل كده، بيغمق من الجناب كده، وبياخد وش شويه، عشان احنا برضو بنعمل في البوتاجاز العادي الشوايه عندي من فوق، مش بوتاجاز فرن الكبير. كل الوقت التسويه اهو، ده خارج من التسويه كده، وانا قاعده برضو بدور وبلقط. وكده كانت بسكوتنا برضو خلص. عملنا كحك العروسه وبسكوت العروسه. ايه رايكم في البسكوت؟ تحفه، وطعمه تحفه، وريحته تحفه. بالهنا والشفا للي كله. ومبروك والف مبروك للعروسه، وعقبال كل العرايس يا رب. كده البسكوت شايفين تحفه ازاي. طبعا بعد كده بتقومي حاطاه في كيس، او تعمليه في اكياس تلاجة حبات صغيره، او تحطي كله في كيس وما يتعرضش للهواء، او لو الهواء اتعرض له هيطرى. انت بتسيبيه لحد ما يبرد بس كده، وبعدين تلميه في كيس وترصيه كده في كرتونه، يعني الكيس جوه الكرتونه وتقفليه. تمام. كده خلصنا من البسكوت وتسويه البسكوت. هعمل الغريبه دوت. الكيس دوت بكريستال زبده، فلقيته انا جايبه اياه على اساس ان هو نص كيلو، قاله 350 جرام. فزودت سمنه بلدي من عندي زي ما انتم شايفين كده، عشان يبقى مجين سمنه. المجين السمنه دول على قد ايه؟ على كيلو دقيق، او 4 كوبايات دقيق بالظبط، يكونوا مليانين. تمام. فبدعك السمنه الاول، وبنزل بالسكر البودر، بحط
كوباية سكر بودر زي ما هتشوفوا دلوقتي، وبدعكها بالمضرب بايدك ماشي، بمضرب عادي ماشي، عندك مضرب كهربا ماشي. ده السكر اهوت، هو كوباية سكر بودر بس، ومليتها كويس او بملاها قوي لان انا مزودة في الدقيق. انا عملت كيلو عشان عروسة عاملة 4 كوبايات. المهم يبقى حطينا السمنة حوالي نص كيلو، دي لوكا. حطيت نص كيلو سمنة عليه كوباية سكر، وبعدين هنحط كيلو الدقيق. طالعة تحفة وجميلة والله. ده دقيق للبسكوت والكحك زي ما انتوا شايفين كده، برضو بنخله اي دقيق بنخله، بوريكم ان هو للكحك والبسكوت. يبقى السمنة السكر ونزلت بالدقيق وهلم العجين ولا اي حاجة كده. طيب لقيت العجينة ناشفة هتحط حبة سمنة زي ما انا حطيت كده، لقيتيها طرية هتحطها في التلاجة شوية. تمام. دي الغريبة مفيهاش مية مفيهاش اي حاجة، باكد سمنة غريبة سمنة كده، بقت غريبة هي معانا اهيت. انا هلونها بقى، اعمل جزء ابيض وجزء بني بالكاكاو زي ما هتشوفوا دلوقتي. تمام. هنحط الكاكاو بقى، وهحط سكر بودر برضو، وهحط لها معلقتين سمنة. مية لا، الغريبة سمنة، سمنة وسكر والدقيق. هنلم بقى الغريبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها واعمل البوتفور برضو كله مع بعض. ايه رأيكم في البني؟ يبقى كده الغريبة هنعمل ابيض وبني. بوريكم انها بتلم معايا ولا هتشقق ولا اي حاجة، ولا بتشقق وهي عجينة ولا وهي مستوية. الحمد لله طلعت تحفة وطعمها تحفة. اسفة. ده برضو كيس كريستال، طبعا انا كملت عليه بقى للبيتوفور. هنحط برضو الكيس، او في البيتوفور برضو مش هتفرق زي الغريبة. فحطيت السمنة وضربتها برضو، وهنزل بالسكر البودر. انا هعمل برضو حوالي كيلو دقيق. حطيت برضو معلقة كوبايتين السمنة، او كيس السمنة نص كيلو، حطيت عليه مج السكر يكون مليان قوي. هنحط 4 بيضات، او لو صغيرين خليهم 5 أو 4 مش مشكلة في البيتوفور، عشان احنا مش عايزينه يعني مش عايزينه ناشف زي البسكوت، احنا عايزينه يبقى ناعم كده معانا. حطيت 4 بيضات، وحطيت شعرة الفانيليا، وبضرب بقى السمنة والسكر والبيض مع بعض وشعرة الفانيليا عشان الزفارة. ونزلت بكيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو بنخله عشان ما هنلاقيش في حاجة. حطيت كيس بودر. البيتي فور بيتحط له بودر، لا مش زي الغريبة غير البيتي فور، دي بيض وفانيليا وبودر بيزيدوا. تمام كده. العجينة لمت معايا اهيت، ولو لقيتيها ناشفة برضو هتحط لها حبة مية او حبة لبن، المية الاسهل. لقيتيها طرية طبعا هتسيبها شوية او تزوديها حبة دقيق. تمام. برضو في البيتي فور هلونه كده ونشكل كذا شكل كده. انا عندي المكنه وعندي القمع، بس انا عملت بالمكنه. كل حاجه برضو قسمتها 3 حاجات، سبت نصها ابيض وربع بني وربع احمر. البني حطيت كاكاو وحطيت السكر برضو وحبه ميه، بق ميه كده لحد ما تقوم ملمومه معايا زي ما انتوا شايفين كده. يبقى بنحط سكر بنحط كاكاو، هنحط بق ميه. مش لازم لبن، عايزه تحطي لبن حطي لبن، بس الميه والله بتغني وطلع تحفه وجميل وحاجه انت ضمناه. الاحمر بقى حطيت اللون الغذائي اللي بنجيبه من عند العطار، وحطيت برضو معلقه كاكاو كده معاه عشان يدينا الاحمر الداكن، مش عايزاه احمر فاقع. وبرضو حبه ميه. الغريبه لو ناشفه بنحط لها سمنه، هنا لو ناشف البيتيفور بنحط له ميه عادي او لبن. تمام. يعني ممكن توفري في السمنه في البيتيفور والبسكوت عن الكحك والغريبه. كحك وغريبه سمنه، الغريبه سمنه، الكحك سمنه. تمام كده. الالوان بتاعه البيتيفور اهي، والكيسان اللي هناك دول الغريبه، وهعملهم مع بعض وهسويهم ورا بعض برضو في البوتاجاز. كده بقى هجيب مكنه البيتيفور ونبدا نعمل كده. الاول الغريبه هي شكلتها زي ما انتوا شايفين كده، بحط الكرة واقوم ضغطه من النص، وحاطه اللولايه. الابيض حطيت له لولي فضي، والبني هحط له لولي اصفر كده، يعني زي بتاع بره. تمام. برضو كنت عايزه اعمل لها اشكال وحاجات زي اللي كنت عاملاها في رمضان، بس قلت ده عروسه هم هيبصوا انه جاي من بره، وده الشكل بتاع بره اللي هو الابيض دوت، حتى ما بيبقاش فيه بني يعني. وحطت لها اللولي برضو، وعجبهم وقالوا لي الحاجه جميله، والعروسه قالت لي تسلم ايدك.
كده بحط اللون الاصفر بقى في البني عشان يظهر، يعني انا حطيت في دي فضي في الابيض والبني الاصفر عشان ايه يظهر معانا. طيب تسوية الغريبة في بوتاجاز الفرن البوتاجاز برضو بنقيد من تحت بس على الهادي، يبقى الوحيد اللي بيبقى على نار عالية او على 200 البسكوت، لكن الكحك على نار هادية من فوق ومن تحت. الغريبة والبوتيفور من تحت بس، من فوق لأ. وتكوني قايدة البوتاجاز ومسخناه، تدخليهم كده ياخدوا صدمة ويخرجوا. بس البوتيفور بيبان سواه، هو بتلاقيه طري كده ونشف وايه في الفرن. الغريبة بتاخد صدمة، يعني بتديها تخش كده والفرن سخن، يا دوبك تشوفها كده تشوفها من تحت، يا دوبك خدت صفار سنة تقوم مخرجاها، هي هتنشف والبوتيفور برضو هينشف. تمام. بس البوتيفور اسفة بيبان وهو في الفرن انه استوى، لكن الغريبة ما بتديكيش اي علامات، هي زي شكلها زي ما بتخش زي ما بتخرج ما شاء الله يعني. وهتشوفها دلوقتي ما خرجت في السوا، لا شققت ولا فرشت ولا اي حاجة، وشكلها نية زي مستوية. والبوتيفور ما شاء الله زي كده برضو، بس باستثناء ان هو نشف بس، وهو في الفرن بتشوفيه كده بيبدأ ينشف ينشف، يعني زي ما يكون ميته اللي فيه بتنشف. عملت لها بقى القلوب، وعملت لها وردات برضو حمراء بالاحمر، وعملت لها بالبني وردات، وعملت بالابيض بقى حاجات طويله وحاجات قصيره. الوشاش هوريها لكم دلوقتي. والحاجات دي بقى لزقت عليها، حطيت عليها مربى كده وفرماسي وحاجات ملونه فضي وكرات كده فضي وذهبي، شكلها حلو قوي بالمربى. وطبعا يستحسن مربى المشمش، ما عندكيش ممكن اي مربى تعمل. الورده دي برضو من النص كده حطيت مربى، وحطيت فرماسي وحاجات كده ذهبي وفضي هتشوفوها. الوحدين اللي لزقتهم في بعض اللي هقولكوا عليهم لما يجوا. طبعا ده كله عملته بالمكنه. انا كده خلصت حته الحمرا، هعمل بقى الابيض، وهعمل البن اهو. هجيب لكم السجاده اوريها لكم دلوقتي، وكل شكل هقول لكم عملت فيه ايه. زي ما قلت لكم تسويه البيتي زي الغريبه، بنقيد من تحت بس ونسخن الفرن. وعلى الصاجه برضو الوسطانيه مش الصاجه التحتانيه. انا وريتكم الوش اللي بعمل بيه دلوقتي. ده الوش اللي عامل زي هو شجره راس السنه ديت. دي برضو حطيت عليها مربى من فوق كده، وايه حطيت فرماسي عليها ملون. كان عندي فرماسي بني اسف، وكان عندي كرات ملونه كده. ده شكل تاني اهو هعمل بيه، اللي هي المطاوله دي الم... لا ده الشكل ده. ده برضو حطيت عليها مربى من فوق، وحطيت عليها الفرماسي من فوق. ما رضيتش بقى الحاجات الكبيره دي ان انا الزق اتنين في بعض، دي بقت ايه احط من فوق وخلاص. لكن الرفنعين هلزق اتنين في بعض واحط الفرماسي برضو. ده الشكل ده اللي هيعمل بقى الرفنع، اتنين طوال كده. بقيت احط في الوسط بقى ايه مربى، واحطه ايه في الفرماسي. وممكن تحطي في الشوكولاته، كنت احط بقى على الوش شوكولاته كده، يعني الزق الاتنين بالمربى واغطسها في الشوكولاته وبعدين فرماسي. بس انا بقى ايه ما عملتش الشوكولاته بصراحه، وبقيت استخدم المربى في التلزيق برضو، ان انا احط عليها من البوس كده اهو من الرفنعين دول. احط مربى وتقوم وحطها في الفرماسي، تقوم لقطه الفرماسي عليها كده ويلزق عليه. وما شاء الله الحاجه كانت تحفه وجميله، ريحتها حلوه وطعمها حلو. هتشوفوا دلوقتي. ومحدش كلم الحاجه وقال لي وحشه، حتى اما جالي ضيف وحطيت له قال لي الحاجه جميله. وكله مستغرب بقى كحك وبسكوت اليومين دول ما يعرفوش ان في عروسه، ما قلتلهمش. فالحاجه بتنفع برضو وبتستر بيتك اهو. دي الحاجه كنت خلصت بقى اهوت. وكده بسوي اهو كده بسوي في الغريبه. بس الغريبه سواها عامل ازاي، زي ما كانت عجين، زي ما دخلت الفرن زي ما خرجت، لكن استوت. شايفه الشكل تحفه. يا دوبك بتاخد صدمه بتقعدش 5 دقايق 7 دقايق وتخرج كده. البوتيفور اهوت رخر، يا دوبك بتحس ان ميته نشفت كده. عقبال ولادكم يا رب، وعقبال ولادي قولي امين. ومتنسوش اللايك، واللي بيشوفني لاول مره يخش ويشترك كده ويشجعنا عشان نكبر ومطبخ مليكه يكبر بيكم ان شاء الله، ونقدم لكم وصفات حلوه وتشجعوني كده ان انا اعمل. ويا رب الحاجه تكون عجبتكم، وهي عجبت العروسه واهل العروسه وكل اللي راح للعروسه. وعقبالكم كلها كلكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.